مشكلة عدم توافق دم الأم مع دم الجنين، المشكلة الكبيرة اللي بيدخل بسببها الحضانة، بيقعد بالأسبوع وبالأسبوعين وبتدفعي آلافات قد كده على الحضانة. الحقيقة اللي متعرفهاش محدش قالك عليها اللي هي مش للار اتش سالب بس، ده في بعض فصائل الموجب كمان بتحصل منها المشكلة دي. يعني مش عشان انت موجب تبقى انت في أمان 100%، لا، في مشكلة في فصيلة او الموجب. لو كان الأب A أو B ده بيعمل اجسام مضاده للجنين هو بطنها لو هو نفس فصيله دم ابوه A او B، وللاسف بيكسر دم الجنين هو في الرحم، عشان كده بتجيله الصفرة من اول يوم يتولد فيه، وبيدخل الحضانه من اول يوم بيتولد فيه. يعني مشكله الار اتش السالب محلوله. الام بتاخد حقنتين، حقنه في اخر شهر او في الشهر السابع، وحقنه تانية بعد ما تولد. ولو ما عندهاش المقدره اللي هي تشتري الحقنتين دول، تشتري حقنه واحده بس تاخدها بعد ما تولد على طول. الحقنه دي بتحمي الجنين التاني او الحمل اللي بعد كده. لكن المشكله في الاو الموجب اللي هي ملهاش حقنه. ليه ملهاش حقنه؟ لان جسمك مكون اجسام مضاده لاي وبي من قبل ما تتجوزي حتى، فالاجسام دي موجوده اوريدي جوه جسمك. فلما بيجي الجنين بيبقى فصيلته على نفس فصيله ابوه A أو B، فجسمك بيكون جواه الأجسام المناعية اللي ضد الفصائل دي، فبيبدأ اللي هو يخترق المشيمة ويدخل للدم بتاعه، بيبدأ ان هو يعمل أجسام مضادة ضده، بيكسر الدم في جسمه. لما بيتولد بصفرة شرسة لازم يدخل بسببها الحضانة. كده عرفنا فرق بين RH سالب اللي هي بتبقى حقنه بعديها بتحمي الجنين التاني، الاولاني بيعدي بسلام، والاول موجب اللي بيتضر منها اول عيل، هو اول عيل بس اللي بيتضر منها. طب دي مشكله، ايه حلها المشكله دي؟ اول ما بيتولد الدكتور بياخد عينه من الدم بتاعه من الحبل السري، بيعرف فصيله الدم بتاعته ايه. لو هي A او B بقى قدامك حل من الاتنين، يا اما تحطيه في الحضانه من اول يوم عشان تضمني ما تجيلهوش الصفرة الشرسه دي، يا اما ترضعيه الرضاعه المطلقه، ده البطل الخارق اللي هو هيحميه من ان هو يدخل الحضانه. يبقى الحل الرضاعه الطبيعيه المطلقه على قد ما تقدري، عشان ده اللي هيرجع لك ابنك لحضنك بسرعه. الرضاعه دي الحصن الوحيد اللي هيرجع لك ابنك تاني لحضنك بسرعه. مفيش ولا حقنه في العالم كله هتقدر تمنع دخوله للحضانه بعد الصفرة التكسيريه الشديده دي اللي هتجيله. كل لما بيرضع كل ما الامعاء بتاعته بتشتغل بسرعه، كل لما بيتفرز الصفرة اللي هي متكسره جواه دي تنزل بسرعه في البراز، وده يخليه ان هو يقلل من فتره وجوده في الحضانه او ممكن ما يدخلهاش خالص. وانا شفت وتابعت امهات كتير في منهم اللي رضعت رضاعه طبيعيه مطلقه طول الوقت، الحمد لله الطفل ما احتاجش الحضانه خالص ولا صفر، كان الصفرة بسيطه جدا. وفي اللي ما رضعش رضاعه طبيعيه واضطر ان هو يدخل ابنه بالاسبوع والاسبوعين جوه الحضانه. فالاختيار ليكي انت. الفيديو الجاي هكلمك على